سلام سلام، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وصحتكم كامل تكون لاباس صحه فطوركم. واش راكم دايرين فيها؟ واش راكم مع الكاطو؟ عم بالي شوفوا، عم بالي بدي التعب هذاك تاع الكاطو هو وحده. نقولوا كون غير نبقاو نطيبوا الفطور كل يوم وما نروحوش للخدمه تاع الكاطو والله غير يتعب. آه بزاف يدير خماج الصراحه، انا نروح نخدم فطور وما نخدمش كاطو، هذه هي. انا كما راكم تشوفوا قلت لكم قبل بلي رايحه ندير لي زاناليز على هذيك النهجه اللي دارت لي، ورحت هنا للطبيبه قلت رايحه نشارك معاكم يومي كامل مع مشتريات تاع العيد، من الكوسميتيك، من اي حاجه نشريها رايحه نشارككم بها. تعرفوا التعب تاع رمضان ماشي غير رمضان، انا كنت قبل من رحلة وكل شيء تاع دار جديدة ونيتواياج وكل شيء، ثم صح تعبت يعني هذيك الفترة، قولوا شهرين كامل وأنا نقل في الدنيا، يعني ثم تعبت وحسيت روحي كي شغل. أنا خفت يكونوا عندي الغدة، خفت تكون عندي كاش من حاجة وكل حاجة. تعرفوا واحد يخاف مالا قبل ما يجينا هذاك الوسواس تاع المرض، واني مريضه بهذه ومريضه وحاكمني هذا، وندخلوا في مرحله تاع الاكتئاب، ما لا منخلوش روحنا نوصلوا لهذه المرحله. انا رحت درت ايكوغرافيه البنات، اصلا شفت واش عندي كما قلت لكم قبل، عندي تكييس المبايض وكل حاجه، شفت واش عندي واش ما عنديش، وقلت لازمني ندير تاع الغده، وكنت درتها قبل له، درت لي زاناليز تاع الغده وخرجت لي صافيين. ما لا قلت المره الجايه ان شاء الله كما قلت لكم، يعني رحت عند الطبيبه وقالت لي خطره خلاف ارجعي ندير لك بيلون كامل تاع لي زاناليز واش حابه ديري، يعني هكاكا باه يروحوا لي هذاك الشكوك، يروح لي كلش. تعرفونا احنا نساء ثم نتوسوسو. مالا كنت هذاك النهار عند ماما، ايا روحت وكان عندي دجاج ناقصني شويه دجاج فضلي في رمضان على الاقل نكمل بهم هادو السمانه اللي ما تاع الاخرى هذه تاع رمضان. ايا رحت انا والزوج، رحت شرينا شويه دجاج، شريت شويه الكبده لي زابا، شريت كل شويه كل حاجه منها شويه شويه على الاقل نطيب بها تاع يومين. دجاج شريت يعني لي كويس على الاقل كما قلت لكم نكملوا لي هذا السمانه تاع رمضان. المهم كما قلت لكم، واحد كي وصلنا رمضان وكملناه على خير وعافيه، بقات لنا يومين 3 ايام 4 ايام، يعني حتى نكملوهم بالشي اللي عندنا، ماشي شرط علينا مثلا ما عندناش وكل حاجه شرط علينا لازم نشريو ونطيبوا غير الحاجه حاجه الواو. ما لا انا الشي اللي عندي راني نطيب فيها، يعني كما قلت لكم كل يوم ويوم، يعني كل يوم ورزقه، واش ربي يكتب لنا في هذه النهار نديروه رايحين نديروه ونقولوا الحمد لله. يعني ماشي غير في الماكله، غير واحد تكون عنده الصحة برك وما عندوش مشاكل وما عندوش هموم وما يدخلش في حالة نفسية ويمرض وكل الدنيا وما فيها. أما الماكلة احنا وكلينا والكرشي ما تقرش، هذه هي كيما يعني هذه هي المقولة، واحد ياكل والكرش ما تقرش. جامي نقولوا مثلا كلينا هذيك ديما تلقاونا نحبوا ناكلوا غير الحاجة المليحة، بصح كل نهار ونهار وكل نهار ورزقه. هذه هي حبيباتي كما راكم تشوفوا، دخلت هنا والله يا البنات ما عم بالي نهار كامل وانا نقول ماما واش رايحين نطيبوا، كاش ما على الاقل نعند عليكم ونشوف واش رايحه نطيب انا وكل حاجه. ايا آه وليت كي دخلت لداري وكي دخلت الكوزينه عاد باش تجيني الافكار، يعني كما قلت لكم شريت شويه كبده، شريت شويه ليكويس، حطيت هذوك ليكويس يتحمروا باه ندير معهم شويه تاع رابط، على خاطر ديما نقول لكم الزوج لازم ديما الراوس فوق الطابله، وليكويس ولا اي حاجه طايبه في الفور تكون دجاج محمر ديما لازم فوق الطابله. هنا حبيت نقلي شويه الفريت، نقلي شويه تاع الكبده وهي رايحه. هذه هي، انا الكبده ما حطيت لهاش كامله، حطيت غير شويه شويه قليناه ونص الاخر بقى للنهار. النهار الثاني قلت نديرو كمونيه ولا نديرو اي حاجه كما قلت لكم، يعني حاجه نهار مع نهار فضل لي مات اصلا. زيد مع واحد مع القاطو وكل حاجه، واحد عاد ما يقعدش خلاص البنات. مي كما قلت لكم اللي قالوا لي امر وبلاكي اونسانت وماشي حابه تقرين عادي كم دايرت لك النهجه. شوفوا حبيباتي، انا كنت جيت مثلا
كاينه حاجه ولا شوفوا كاينين صح البنات بزاف نساء وبزاف نساء كبار راهم يتبعوا فيا وكل حاجه، نقول لكم شوفوا ربي يعطيكم ويغنيكم، ربي يعطيكم ما تتمناو. بصح البنات كاينين يقولوا لي مروه ما تهدريش كل حاجه على خاطر العين حق، وعم بالنا بلي كاش ما زيد كاش ما يصرى لك وتمرضي وكل حاجه. آه، ما نعرف يعني. شوفوا انا صح نحكي كل حاجه بنيتي وكل حاجه، بس واش نقولوا كاين ربي معنا، يعني واحد غير يقرا الاذكار تاعو يحصن روحه، هذا ما كان. بس اما اني حاجه مثلا نكون مخبيتها عليكم، ما عنديش حاجه مخبيتها عليكم، يعني باينه اني مخبيه على المتتبعين تاعي، سورتو الناس اللي يحبوني والناس يقولوا لي مروه اي حاجه شاركينا بها سواء مليحه ولا ماشي مليحه، نحبوا ديما نشوفوا يومك كيف ما تعقبيه، ولا البنات اللي قالوا لي مروه شاركينا كيف ما تتعاملي مع الزوج، تتعاملي مع العائلات الزوج. شوفوا حبيباتي راح نحكيو في هذه النقطه. انا كم شوفوا كيما يقولك بيوت اسرار، صح ولا لا؟ كل دار ما عنبالناش وش هزة الداخل، كيما المراه والراجل ما عنبالناش كل مراه وراجلها ما عنبالناش وش كاين بيناتهم، صح ولا لا؟ بس الواحد سورتو انا ننصح العرايس الجدد، كيما انا ما سكنتش يعني مع دار شيخي وكل حاجه، من نهاري سكنت في دار وحدي الحمد لله، يعني وبيناتنا كل الاحترام بيناتنا. يعني حتى كي نروحوا هكا نروح عندهم مره على مره نطل عليهم، هذا ما كان. بس كما قلت لكم اما المراه والراجل يعني ما نقدروش نخرجوا الاسرار تاع المراه والراجل. وش هي انا نصيحه لاي امراه انه تصبر على رجلها، سواء عنده ولا ما عندوش، تصبر على هو فيه. تعرفوا الراجل مع التعب تاع الخدمه وتاع الدار، رجاله كامل يتنرفاو ويقلقوا وكل حاجه، اما احنا نساء نعرفوا لساناتنا طوال ونحبوا نعاندوا ونبقاو نحكي، صح ولا لا؟ بس حلا المرأة اللي تكون راكزة، المرأة اللي تكون ذكية، تعرف كيما تهدر مع راجلها، تعرف كيما تكسب راجلها ليها. يعني هو شوفوا، النهار اللي تكسبي راجلك ليك عارفي بلي راكي راح تعيشي حياة مليحة. هذه هي. يعني واحد لا يقدر يضرك. كاينه وحده بعثت لي قالت لي قولي لي كيف ما نكسب راجلي وما يبقاش مام انا ما نسمعش الهضره تاع الناس. شوفوا اللي يسمع الهضره تاع الناس هو اللي يقعد الاخر في هذه الدنيا. نصيحة ما تسمعوا حتى إنسان مادام مش مدارين حاجة مش مليحة في حياتكم، حاجة حرام حاجة عيب، ما نحشمش من الهدرة تاع الناس، بالعكس نطلع راسي في السماء ونمشي. على خاطر ديما الناس راهم اللي يهدروا في أي واحد تلقاهم هم عرة تاع الناس، صدقوني تلقاهم هم عرة الناس، هم اللي يحبوا يفشلوا العبد. حابة توصلي لمرحلة، حابة تنجحي في حياتك، ما ديريش لي كومونتير على الناس، ما ديري حتى تعليق على حتى انسان. خليه اللي يحب يهدر خليه يهدر، اللي يحب يقول فيك شر خليه يقول. ما لا انا نمشي في طريق قد قد نخدم خدمتي، نخدم على روحي، ننجح، ندير يعني نطور من نفسي، نوصل وين انا حابه. ولازم تكون هذه واحدة تكون عندها شخصية قوية. أما الشخصية المرأة اللي تكون عندها شخصية ضعيفة، أي واحد يرمي لها كلمة، أي واحد يهدر لها هدرة، تروح تبكي، تغطي على روحها أو تبكي وتولي تفشل، تولي تدير لها اليأس، تولي بكارها روحها، ما حاملة حتى، ما عندها حتى قيمة في الوسط المجتمع تاعنا. المجتمع تاعنا يحب المرأة اللي تكون قوية والمرأة اللي تكون ناجحة. ماشي كي نقول لك ناجحة لازم لك تكون غير أستاذة طبيبة مهندسة، لا، كاينين اللي ما قراوش خلاص وراهم ناجحين وبمشاريعهم وبديارهم وبكل حاجه عندهم. يعني ما تشوفوش البنات انا ما قريتش ما نقدرش نوصل وما نقدرش نحقق الهدف تاعي، لا، تقدري تحققي الهدف تاعك وتقدري توصلي وتقدري تطوري من نفسك وتوصلي وين انت حابه واكثر. بس صح هذه كامل البنات لازم واحد يكون عنده الإرادة والشخصية القوية. أما الشخصية ضعيفة كما قلت لكم في المجتمع تاعنا يعفسوا عليه، شخصية ضعيفة واحد يعفس عليه. ما لا، حاولوا على قد ما تقدروا ما تسمعوش الهدرة تاع الناس. التعامل بين المرأة والزوج لازم يكون بيناتهم ديما الاحترام، ما نعديوش هذوك الحوايج يعني منه من ما نعديوهاش. بيني وبين راجلي احترام، حاجة أخلاف مثلا حاجة غايتتني منه نقرب راجلي قدامي نحكمه قدامي نقول له هذه حاجة ما عجبتنيش، لازم يكون عندكم هكا الحوار بيناتكم.
نهار اللي تكون الحوار بين المراه والراجل كاين الحوار بيناتهم ما يكونش بزاف مشاكل. اما هذيك المراه اللي تخبي في قلبها وتهز الحقد والراجل كيف كيف ما عندها حتى معنى. هكا اصلا العلاقه ماشي راح يدوم. والكذب في العلاقه الزوجيه، مش العلاقة الزوجية كاملة مش راح تنجح. ما لا، خليكي ديما صريحة مع زوجك، خليكي ديما اي حاجة متخبيهاش عليه. حتى مام هو كيشوفك مثلا اي حاجة متخبيهاش عليه، اي حاجة تقوليها له، يتعلم هذا الطبع، راح يولي اي حاجة يجي يقولها لك. انا نعرف كيما هك، انا حاجة عندي مشكلة، عندي ماشي غير مشكل، اي حاجة نجي نهدرها. كاينين حوايج من حوايج مثلا كيما الحوايج تاع العائلة تاعي مثلا في دار ماما وكل حاجة، انا ما نجيش نهدرهم للزوج تاعي، على خاطر هذم حوايج يخصوا العيلة تاع ماما. مثلا الدار تاع ماما كاينين ناس بنات الغلطات اللي يديروهم انهم المشاكل اللي تصرى في دار والديهم يهزوها يروحوا يقولولها الراجل، وانا ضد يشطب هذه الحوايج. ما تغلطوش الغلطات وتهدروهم، على خاطر شوفوا الراجل يجي نهار ويروح نهار ويجي نهار ويعايرك بالحوايج هذا. ما لا، خليكم فايقين يعني، ما تهدروش كلش. صح نصارح زوجي، صراحة نصارحه في حوايج اللي انا تخصني، انا تخص ولادو. مثلا بناتي داروا حوايج ماشي مليحة، نوصلهم لباباهم، على خاطر لازم بويهم هو اللي يوقف عليهم. انا صح نوقف عليهم، ثاني بويهم ما نخبي حد شي على باباهم. لازم نكونوا بيناتنا تفاهم. فهمتوا؟ وصلت لكم الفكرة؟ اما في موضوع الحمل ما كانش عندي حمل يا البنات، هكاك بان نوضح لكم الصورة وما تقولوش امر راكي تكذبي علينا وكل حاجة. راني وضحت لكم كل حاجة. كيما قلت لكم هروح هنا نشوفوا المشتريات. شريت هذه البروسة تاع إنزو، انا عجبتني باهية، شريتها ب620 ألف. يعني شوفوا هي سخانة، باه نكون واضحة معاكم وما نقولش راهي بروسة واو ومليحة وتجبد شعر كيما راكم تشوفوا في التيك توك والإشهارات. لا، جاية ماشي سخونة بزاف، تشيح شعر. أما باه تجبد شعرك يقلبوا حرير ما كانش منها. على خاطر انا راني سيتها في شعر تاع بناتي، يعني شعرهم يعني ما شاء الله غاثي، وسيتها في شعري ثاني كيما قلت لكم تشيح شعر. اما باه شعرك تقلبها لك تقلبو ليس كانك راكي بالبلاك، لا تشيحو برك. انا هذه مثلا تستعمليها كيما السشوار، سوشوار تشيحي شويه شعرك وتروحي تبلاكيه، هذا مكان. وهنا شريت يعني الحوايج اللي انا ناقصيني نستعملهم استعمال يومي. انا مثلا المكياج من ديروش بزاف في داري، ولا مثلا المكياج الثقيل هذا كنديرو غير في عرس. اما المكياج مثلا عيد ولا كشمه حاجه ولا في الدار ندير هذا حوايج اللي تكون خفيفه، كيما الكريو هذا نوار نحتاجو بزاف، ماسكارا، فونتوتا، فغاجو. شريت هذا 3000 ثاني بزاف هايل في المارون. شريت واحد الجلوس هذاك. شريت هذيك الفونتو كيما قلت لكم هذه تاع نوت ثاني بزاف مليحه كيما راكم تشوفوا، خليتها لكم بها بالسعر ب90 ألف. يعني هذا هو. وشريت حوايج خفيفه الاخر على خاطر المشتريات واللبسه كامله شاركتها معاكم في روتينات مروه ام البنات، بلاك راكم شفتوها. اما المشتريات هذه الاخيره يعني قلت ولا غير نشاركها مع البنات، واي حاجه رايحه نعرفها رايحه تطلبوها مني ان شاء الله رايحه نكون يعني قد نمشي معاكم قد. وهذا مكان كما قلت لكم. وزيد لحقت بيجاما، تعرفوا العيد لازم بيجاما. وشو نقول لكم، تبقاو على خير وتهلاو في روحتكم ومع السلامه.